شاتر سبيد، ايزو، فريم ريت. تسمع الحاجات دي كتير ومش عارف معناها ايه، او بتشوفها في كاميرتك مش عارف تظبطها على اي اساس. تعال انا النهارده اشرح لك ايه المسميات. تابع الفيديو للاخر عشان اعلمك يعني ايه المسميات دي وتظبطها على اي اساس. عشان تطلع صورة حلوة لازم تقول لوضع الاوتو في الكاميرا بتاعتك وسع كده على جنب شوية، تبدأ انك تصور على وضع المانيوال. طيب يعني ايه وضع المانيوال؟ وضع المانيوال هو عبارة عن انه بيخلي الكاميرا ما تدخلش في اي اعداد من اعدادات التصوير ما عدا الفوكس، وممكن كمان الفوكس تخليه مانيوال. فوكس؟ يعني ايه فوكس؟ لا ده انت تروح تجيب حاجه تشربها وتيجي تركز معايا. تعال بقى اشرح لك من الاول خالص. انت بتشوف ازاي؟ ايوه انت بتشوف ازاي. هتقول لي الضوء بيخرج من مصدره بيسقط على اي جسم في طريقه، الجسم ده بيعكس الضوء بمقدار قدرته على عكس الضوء. جميل. بعدين الضوء المنعكس ده بيوصل لعيني، واول حاجه بيدخل فيها هي القرنيه. الضوء بيوصل للقرنيه عباره عن اشعه غير مجمعه أو متفركشه يعني. القرنيه مهمتها ان هي بتجمع الاشعه دي كلها في شعاع واحد مركز على نقطه محدده، علشان بعد كده الضوء ده يسقط على حاجه اسمها الشبكيه. الشبكيه دي بدورها ان هي بتترجم شعاع الضوء لنبضات كهربائيه، بعدين بتبعتها للمخ، والمخ بدوره بيترجمها ويبعتها لوعيك. تلاقي نفسك انك شايفني دلوقتي. قلبناها حصه احياء انا عارف، والله ما هتلاقي حد يشرح لك كل حاجه بالتفصيل كده زيي. اديك فهمت انت كانسان بتشوف ازاي. الكاميرا بقى بتشوف ازاي؟ شوف زيك بالملي بالظبط، بس كل الفكره ان انا هبدا دلوقتي اقولها على اجزاء الكاميرا. ما تجاريش الفيديو، شايفك. الضوء بيخرج من مصدره بيسقط على جسم، الجسم بيعكسه بيروح للعدسه اللي هي تبقى مكان القرنيه، بس في الكاميرا بتكون العدسه او اللينز. العدسه مهمتها انها تجمع الشعاع اللي متفركش في كل مكان ده، تجمعه في شعاع واحد علشان يسقط على السنسور او المستشعر اللي هو الشبكيه. عند الانسان في الكاميرا بيكون سنسور او مستشعر. السنسور او المستشعر ده مهمته ان هو يترجم. يا عم بقى اللي بيضرب بره ده. السنسور او المستشعر مهمته ان هو يترجم شعاع الضوء مستقصدني بقى. السنسور ده مهمته ان هو يحول شعاع الضوء لبيتس او موجات كهربائيه، كون من الصفر او الواحد. ده قصه تانية خالص ملناش دعوه بيها، انا بس عشان بقول لك الاساسيات عشان تبقى فاهم مش عارف. انا عايزك تبقى فاهم. الحمد لله الناس كده. بعد ما السنسور بيترجم الضوء ده لبيتس بيبعته للبروسيسور بتاع الكاميرا اللي هو المعالج بتاع الكاميرا اللي هو عندنا احنا المخ. المعالج يعالج البيتس ديت ويحولها لصوره، وتبقى انت شايفني برضو قدامك دلوقتي. طولت عليك انا عارف، معلش. عملت لايك؟ طب يلا روح اعمل لايك وتعالى كمل. دلوقتي اقدر اني اشرح لك اعدادات الكاميرا، وانا متاكد انك هتفهمها بسبب المقدمه اللي انت كنت عايز تجريها دي. اول حاجه في الكاميرا وهي الايزو، وضعته المنظمه العالميه International Organization for Standardization ستاندرد. ايزو وضعته منظمه ايزو، وضعته كمقياس حساسيه الضوء. زي المتر كده بنقيس بيه المسافه، او الكيلومتر يقيس السرعه، برضو الايزو هو مقياس لقياس حساسيه الضوء. الايزو بيعبر عن حساسيه سنسور الكاميرا للضوء، بمعنى ان كل ما الرقم ده قل الصوره بتضلم، وكل ما الرقم ده زاد الصوره بتنور اكتر. في معظم الكاميرات بيبدا الايزو من 100 وبيوصل لحد 6400 و12600، وفي كمان كاميرات بتعدي الرقم ده بكتير جدا. وبرضه في كاميرات تانية بيبدا من تحت ال 100، يعني في كاميرات بتبدا من ايزو 50. في بعض الكاميرات تكون انت بتصور على ايزو 100 تلاقي الصوره شارب وجميله جدا والدنيا زي الفل. تطلع على ايزو 200 برضه الصوره تبقى منوره اكتر والصوره كويسه جدا وشارب ومفيش اي مشاكل. تفضل تعلى 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 لحد لما توصل لمرحله معينه تلاقي ان الصوره بدات تحبب وبتبقى محببه بالوان. التحبيب ده بيكون اسمه النويز. النويز ده بيظهر من بعد لما الايزو بيتخطى حاجز معين في الكاميرا، والحاجز ده بيختلف من كل كاميرا للتانية. يعني في كاميرا ممكن النويز فيها يظهر من بعد 600 او 800، في كاميرات ممكن النويز يظهر من بعد 1200، في الموبايل ممكن النويز يظهر من بعد 400 او 500. الموضوع بيعتمد على السنسور ومدى قدرته على التعامل مع مستوى الايزو العالي. طب انت دلوقتي هتقول لي لو انا عايز اخلي الصوره منوره اكتر مش هينفع اعلي الايزو، اعمل ايه؟ انا اقول لك تعمل ايه. تروح حالا تعمل سبسكرايب، لان بقيه الفيديو ده وباقي الفيديوهات اللي هتنزل بعد كده هتعلمك ازاي تصور في اي وضع تصوير خلقه ربنا. تاني اعداد في الكاميرا هو الشاتر سبيد. الشاتر ده عباره عن قطعه ميكانيكيه، يعني قطعه فيها حركه بتتحرك، بتكون راكبه فوق السنسور. مهمتها انها تفتح من على السنسور عشان تدخل فيه الضوء،
وتقفل تاني بحيث انها تمنع الضوء من الدخول. فده بيتحكم في كميه الضوء اللي بتدخل للسنسور. وحده قياس الشطر بتكون بالثانيه واجزائها، يعني مثلا الشطر بيكون 1 على 60 جزء من الثانيه، او 1 على 80 جزء، او 1 على 8000 جزء من الثانيه. طب يعني ايه 1 على 60 او 1 على 50 او 1 على 8000؟ معنى كلمه 1 على 60 ان الشطر بيفتح لجزء واحد من 60 من الثانيه، يعني الشطر بيفتح لمده جزء واحد بس من 60 جزء من الثانيه الواحده. ولو الشطر 1 على 8000 فده معناه ان الشطر فتح لمده جزء واحد بس من 8000 من الثانيه. حرفيا الشطر فتح بسرعه الضوء. ممكن الشطر يفضل يزيد لحد لما يوصل لثانيه. خلي بالك الرقم اللي انت بتشوفه لما يكون 1 على 60 بعد كده بقى 1 على 80 بعد كده بقى 1 على 100 او 1 على 400، هو كده بيقل مش بيزيد، لان عدد اجزاء الثانيه اللي هيتفتح منها جزء واحد بس زاد. فازاي تعرف ان الشطر مدته بقت اطول؟ مده الشطر لما بتكون اطول لما نشيل السلاش ويكون مكتوب ثانيه واحده او ثانيتين او 3، بدل ما نقول 1 على 60 نقول 1 على 50 او 1 على 35 او 1 على 15. كل ما الرقم يقل كل ما الشطر بيبقى مدة فتحه أطول. لو ما فهمتش الحتة دي عيدها تاني معلش. طيب معنى كده إن الشطر لما يفتح لمدة أطول فإنه هيدخل ضوء لمدة أطول للسنسور، مظبوط. طب معنى كده إنه بيدخل ضوء أكتر. طب إحنا كده حلينا مشكلة الأيزو، علي الشطر زود مدته ووطي الأيزو وبس كده فل عليك. بص هي مش بالظبط كده. الشطر كل ما زادت مدة فتحه بيدخل ضوء أكتر فعلا، بس الصورة بيزيد معاها البلورنس. والبلورنس هو مصطلح معناه زي ما تقول النغمشة أو إن الصورة تكون مش واضحة، بمعنى إن الحركة في الفيديو ما تكونش سلسة كفاية. ولو بتصور صورة هتحس كأن الصورة مهزوزة، كأن وأنت بتصورها إيديك اتهزت فيها. لأن طبعا وإحنا بنصور الصور إحنا بنصور على شطر بيكون سريع جدا، يكون 1 على 250 أو 1 على 400، مش زي الفيديو اللي بيكون 1 على 60 أو 1 على 50 أو 1 على 100 في بعض الأحيان. أنت ليه بتقفلها في وشي؟ أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أحل برضو مشكلة النويز إزاي؟ لا والله مش بقفلها في وشك ولا حاجة، أنت حبيبي ركز بس معايا وهقول لك لسه في حلول تانية ليها. تاني مصطلح في الكاميرا هو الابرتشر. ابرتشر هو فتحة العدسة. فتحة العدسة بيرمز لها بالحرف F، يعني فتحة العدسة كل ما بتوسع كل ما بتسمح بدخول ضوء أكتر، وكل ما بتضيق بيحصل العكس. ورقم فتحة العدسة كل ما بيكون أقل كل ما بتكون الفتحة أوسع. يعني مثلا فتحة عدسة F1.4 بتكون أوسع من F2 بتكون أوسع من F3.5، هي بتبقى ماشية كده. الرقم الأقل يعني الفتحة الأوسع، وكل ما الفتحة بتكون أوسع بيدخل ضوء أكتر للعدسة، لكن بيزيد معاه افكت البلورنس او العزل بتاع الخلفيه، ما بيكونش انت من ضمنه، بيعمل عزل للخلفيه فقط. وصراحه بيبقى شكله جميل جدا وتحفه، عشان كده معظم الناس بتشتري العدسه ال 50 مللي ال 1.8 عشان بيطلع عزل حلو جدا في الصور او في الفيديو. الحاجات دي كلها انا بشرحها لك عشان تعرف ازاي تصنع محتوى. ولو لسه ما تعرفش ازاي تبدا في صناعه المحتوى اتفرج على الفيديو ده هيعلمك ازاي تبدا في صناعه المحتوى. ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.